ما هي أول هدية قدمت للرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومن الذي أهداه إياها؟ الجواب هو قصعة خبز ولبن وسمن، وكانت الهدية من زيد بن حارثة. من الذي قام بحفر قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل فيه لحد؟ الجواب هو أبو طلحة الأنصاري. في أي عهد من الخلفاء الراشدين كتب التاريخ الهجري؟ الجواب هو في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هو اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو القصواء. سؤال المتابعين: من هو الصحابي الجليل الذي ذكر اسمه بشكل صريح في القرآن الكريم؟ فضلا اكتب الجواب في التعليقات وشارك المقطع مع أصدقائك، وشكرا لك.